بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وصحة جيدة وأحسن الأحوال. تكون فيديوهاتنا بسيطة كده وخفيفة على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا في العشر، في الأيام العشر اللي قبل عرفات. ربنا يجعلها يا رب أيام خير وبركة وهنا وسعادة علينا كلنا. طبعا احنا طبعا في الصيام الايام ديت. وكمان شغل بيت بقى كتير بقى وتنظيف علشان العيد وكده. بس طبعا يا جماعة برضو يعني انا قلت ابدأ اهوت. ان شاء الله هنبدأ بتنظيف البلكونة كده مع بعض زي ما احنا شايفين. بس في حاجة بقى، يعني ما تسهوش في تنظيف البيت وفي كل حاجة طبعا، وتنسوا بقى نفسكم وتنسوا بقى ذكر الله وتنسوا الدعاء، واحنا في ايام حلوة هي. اذكروا الله طبعا في كل وقت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. وطبعا بقى يا جماعة نصايح كده ايه، يعني في الأيام الحلوة اللي احنا فيها دي كده كل واحدة كده ايه. تعيش حياتها، تخليها في حالها، ما تبصش للي في ايد غيرها. خليكي يعني ما تقلديش حد، خليكي انتي نفسك بس، ما تبصيش لحد. يعني مثلا ده شاري كذا، لا ما نبصلهوش، ملناش دعوة. كل واحد عايش حياته لنفسه مش لغيره. انتي ما انتش لاقي حد يسعدك من اللي حواليك، اسعدي انتي نفسك بنفسك. مش لاقي حد مثلا يقول لولادك كلمة كويسة، قولها لهم انتي خلي انتي بإيدك انتي تخلي بيتك كله سعادة، وبإيدك تخلي بيتك كله هدوء وراحة بال. انت بايدك طبعا ان انت تنجحي، وبايدك ان انت تفشلي. اهم حاجة ان انت ايه، تدي لنفسك فرصة، تدي لنفسك فرصة للنجاح. مش مثلا ان انت عملتي حاجة ها ما نجحتش، لا خلاص ده انا كده، ده انا فشلت، ده انا لا. ادي لنفسك فرصة انك تقعدي كده مع الناس تاخدي منهم طاقة ايجابية. ما تقعديش مع الناس اللي تاخدي منهم طاقة سلبية. الناس اللي بتاخدي منهم طاقة إيجابية دي بيدوكي دعم ان انت تواصلي وان انت تكملي، وان انت ان شاء الله تبقي حاجة احسن، وان انت تقدري تعملي حاجة. هتقعدي مع الناس اللي هتديكي طاقة سلبية، مش هتعملي اي حاجة، مش هتعملي اي حاجة خالص. وبعدين لو غلطتي ما تزعليش ان انت غلطتي، كلنا بنغلط، احنا بني ادمين ولغاية ما نموت هنفضل برضو ان احنا نغلط. بس لولا الغلط مكناش اتعلمنا. يعني انا لو ما غلطتش في حياتي هتعلم امتى؟ احنا بنتعلم من غلطنا ومن غلط غيرنا، يعني لولا احنا بنغلط وغيرنا بيغلط وبنتعلم من غلط غيرنا، اه ما كناش هنتعلم. اه طبعا لما تقابلك مشكلة او غلط، اه حليها، ما تعدهاش كده وخلاص. يعني مشكلة جاتلك خلاص الدنيا تقف عليها؟ لا، الدنيا ما بتقفش على مشكلة. وبعدين مشكلة هتجيلك مش هتحليها، هتجيلك مشكلة تانية بعدها. ما احنا عايشين حياة يا جماعة، احنا في واقع، احنا ما احناش في حلم. النهاردة في مشكلة، بكرة في مشكلة تانية. ما حلتش بتاعة النهاردة وما حلتش بتاعة بكرة، هتبص تلاقي بعد كده المشاكل كلها فوق دماغك. لان ما فيش حاجة اتحلت منها، لازم تحليها. ما تهربيش من مشاكلك. مش اي مشكلة هتكون هي دي النهاية، لا. هيحصل مشكلة النهاردة وهنعيش، مش دي النهاية، وهنكمل. بس أهم حاجة، أهم حاجة إن أنا نحل المشكلة بتاعتي. وأهم حاجة بقى إن ربنا يكرمك كده وتحلي مشاكلك انت كمان، زي ما بتبقي عايزة تحلي مشاكلك وتعدي كده على خير يعني وعايزة حد يسمعك في مشكلتك ويحلها لك، انت كمان اسمعي للناس. ولو تقدري تحلي لهم حاجة من مشكلتهم حليها، طبعا هو ربنا قادر على كل شيء. بس لو بإيدك ان انت تحلي حاجة مشكلة اي حد تاني غيرك، ربنا هيقعدهولك. هتقدري تحلي مشكلتك، ولو انت ما قدرتيش هيبعتلك اللي يحلها لك طبعا من عنده. اهم حاجة ان انت تجبري بخاطر اللي قدامك. طول ما انت بتجبري بخاطر اللي قدامك هتلاقي ربنا بيجبر بخاطرك. وخليكي مؤمنة ومقتنعة باللي في ايدك، ما تبصيش للي في ايد غيرك خالص. طول ما انت مقتنعة باللي في ايدك وما بتبصيش للي في ايد غيرك هتوصلي، هتبقي احسن. طول ما انت بتبصي للي في ايد غيرك مش هتوصلي. مش هتوصلي ليه؟ لان انا بصل للي في ايد غيري هتني بصله بصله بصله، هتني واقفه مكاني. انا لازم انا ابص للي في ايد نفسي انا واقتنع بيه كده واكمل.
لغاية ما بقى حاجة احسن، لغاية ما اوصل للي انا عايزاه. لازم طبعا آه، ننسى اي حاجة ونعيش. يعني المشكلة جات وعدت خلاص، ما نقعدش بقى نتكلم فيها كتير ونعيد فيها تاني، وده حصل وده مش عارفة ايه، لا. مشكلة حصلت وعدت، عدت خلاص، ما نعيدهاش تاني. ولازم يكون عندك يقين ان انت هتبقي حاجة كويسة. لو ما عندكيش يقين ان انت هتبقي حاجة كويسة عمرك ما هتوصلي. عشان توصلي للي انت عايزاه لازم يكون عندك يقين ان انت هتبقي حاجة كويسة. طول ما انت عندك يقين بكده هتكوني حاجة كويسة فعلا. وخليكي دايما حاسة باللي حواليكي. لو اي حد حزين حس بيه، اي حد زعلان حس بيه، قولي له كلمة كويسة وجوري بخاطره. ربنا هيقعدهولك وهيتردلك. يعني الإحساس يا جماعة ما نحسه بالناس اللي حوالينا، ده الإحساس لوحده ده نعمة، نعمة من عند ربنا. إيه، عشان الناس تحس بينا لازم احنا نحس بيهم. طبعا علشان تعيشي سعيدة، السعادة دي لا تقدر بثمن. أهم حاجة في الدنيا طبعا راحة البال. طول ما بالك مرتاح، طول ما انت سعيدة. تريحي بالك بقى ازاي؟ انك ما تشغليش بالك بحد. تخليكي في نفسك، ما تبصيش على دي وتنتقديها، وتبصي على ده وتنتقديه، وتبصي على ده وتقولي ده عمل، وتبصي على ده وتقولي ده خلى، وتبصي على ده وتقولي ده سوى. لا، خليني في نفسي انا، بمشاكلي انا، بحياتي انا. طبعا انا علشان نعيش سعيدة لازم انا اللي نسعد نفسي بنفسي، ما نستناش السعادة من غيري. لو استنيت السعادة من غيري عمري ما هعيش سعيدة، هفضل طول عمري تعيسة. ليه بقى؟ لان غيري ربنا عالم بيه وعالم بمشاكله وعالم بحياته. فانا هنستنى منه ان هو اللي غيري ده هو اللي يجي ويسعدني، او غيري ده هو اللي يكمل فرحتي؟ لا، انا اللي اكمل فرحتي بنفسي، وانا اللي اسعد نفسي بنفسي. انا اللي اعمل الحاجة اللي تبسطني وتبسط ولادي وتبسط بيتي. طبعا السعادة دي يا جماعة يعني ما تتقدرش بتمن ولا بكنوز الدنيا. ناس كتير طبعا جدا معاها فلوس بس ما هي السعيدة. وطبعا يا جماعة الصحة وراحة البال دول أهم حاجة. ناس كتير جدا معاها فلوس بس ما عندهاش صحة، ومش عارفة تتعالج بيها، أو ملهاش علاج. فدايما برضو احمدوا ربنا على الصحة. يعني أنا دلوقتي وأنا بمسح اهوت، الحمد لله إن ربنا عطاني الصحة إن أنا أمسح بيتي وأعمله. يعني الحمد لله، احمدوا ربنا دايما في كل وقت على كل النعم اللي حواليكم، ما تنسوهاش. يعني ممكن ما يكونش عندي فلوس، ممكن ما يكونش عندي ولاد، ممكن اكون عايشة في أوضة تحت سلم، بس عندي صحة. غيري عنده ملايين الدنيا ومش موجودة عنده الصحة دي، بيتمنى ان هو يعيش عيشتي بس ربنا يديله صحته. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من اي حاجة وحشة يا رب. ويا جماعة طبعا كل كوم ومرض النفوس ده كوم تاني. ابعدوا عن الناس اللي نفوسها مريضة. الناس اللي نفوسها من جوه تعبانة دي ابعدوا عنها خالص. الناس اللي نفوسها مريضة دي متنفعش حد. ما بالك ده بتضرك وبتضر نفسها قبل ما بتضر اي حد. الناس اللي نفوسها مريضة من جوه دي قبل ما بتضرك انتي، بتبصوا بتضر نفسها لما بتدمرها. ربنا يا رب يكفيكوا شر الوحش كله يا رب. وطبعا يعني اكثروا طبعا من قول لا حول ولا قوة الا بالله، لان هي مفتاح لكل خير. لا حول ولا قوة الا بالله مفتاح لكل خير يا جماعة. وربنا يتقبل صيامنا وصيامكم، ويتقبل مننا صالح الاعمال يا رب. انا خدت بقى الشيش بتاع البلكونه ده عشان انا ما عنديش ماسوره في البلكونه. غسلته في الحمام وال وغسلت الكراسي وغسلت كل الحاجه اللي في البلكونه، خدتها غسلتها في الحمام وبعدين رجعتها تاني، بحيث ايه، لو البلكونه، لو انا غسلتهم في البلكونه، البلكونه هتتملى ميه وهفضل الم فيها الم فيها الم فيها. وزي ما انتم شايفين الجو يا جماعه شمس ايه ده، زمهريره، شمس فظيعه من اللي بتحرق. انا ما قدرتش افتح الستاره وانا بنضف. قفلت الستاره علشان الشمس اعرف اشتغل في البلكونه، عشان الشمس ما تاكلنيش. ولما خلصت البلكونه فتحت بقى للشمس بقى عشان تدخل الشقه وكده. لكن ان انا اشتغل في البلكونه كده والستاره مفتوحه والشمس عليا، هفرهد ومش هقدر اعمل اي حاجه. طبعا بصوا خليت البلكونه زي ما انتوا شايفين كده. ربنا ويدينا ويديكوا الصحه يا رب. وبصوا خليتها زي الفل هي بتلمع، وغسلت كل حاجة فيها. بدأت كده بيها، قلت بما ان مش هيتنفض فيها زجاد ولا هيتنفض فيها حاجة، لان كده كده الايه، كل حاجة هتتغسل.
بتبقى نضيفة، وفاضل كده كده اسبوع على العيد، فانا برضو هبقى اشيل الحاجة واسيق الارضية بتاعتها كده بقى، بس لا هنفضها ولا حاجة، لان كده كده انا في الدور السادس يعني، والله بيطلع لي تراب برضو، بس مش زي الادوار اللي تحت. الادوار اللي تحت بتبقى ايه، حاجة فظيعة خالص يعني. طبعا يا جماعة ما تنسوش اللي وصل معانا هنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل جديد من قناة يوميات ام مالك. الناس طبعا اللي متابعاني متابعتكم ليا على راسي من فوق، ما تحرمش منكم يا رب. أسأل الله أن يرزقكم فوق ما تتمنوا، ربنا يرزقكم فوق ما تتمنوا يا رب، ويوسع رزقكم ويهدلكوا حالكم وييسر لكم أموركم ويديلكوا كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب. هنا بقى أنا فتحت الستارة، بصوا الدنيا بقى شمسة هي، كنت خلصت البلكونة خليتها زي الفل. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا، أسيبكم بقى في رعاية الله، مع السلامة.